أيها الأخوة، ليس داعي للأسى وللألم من أن نعقد اجتماعنا هذه المرة في الظروف العصيبة التي ولدها الغزو العراقي لدولة الكويت الشقيقة، والإصرار على الاستمرار في احتلالها وتشريد شعبها وممارسة أبشع صور التنكيل بها. إن العدوان الذي وقع على أرضنا وشعبنا في الكويت العزيزة عدوان علينا جميعا. إن الكويت دولة مستقلة ذات سيادة، لكنها بالنسبة لنا قطعة من نفوسنا وجزءا لا يتجزأ من تراب وطننا الخليجي. وخلال الأشهر القليلة الماضية أثبتنا بالوقوف صفا واحدا بيننا نستطيع أن نواجه الإثم والعدوان. وسينتهي الغزو العراقي للكويت الشقيقة بإذن الله بعد وقفتنا الصامدة ووقوف أشقاء عرب ودول صديقة، بل والعالم بأسره ضد الاحتلال والغصب ومع الشرعية الدولية.